في كرة القدم وقعت عديد الريمونتادات التي أبهرت عشاق هذه الرياضة. فمثلا من منا قد ينسى ريمونتادة البرصا ضد الباريس سان جيرمان في ليلة أوروبية خالدة كان بطلها البرازيلي جونيور نيمار، أو تلك الريمونتادة الخيالية لمالي ضد أنغولا في افتتاح إفريقيا 2010، حيث كانت العودة من مالي من 4-لا إلى 4-4. أما بالنسبة لمنتخبنا الوطني فنادرا ما كان يمتلك تلك الشخصية للعودة من بعيد، لكن هذا لا يعني أن المنتخب لم يقم بأي ريمونتادة في تاريخه، بل آخرها كانت للمنتخب الأولمبي ضد مصر على أرضية مركب مولاي عبد الله في نهائي كأس إفريقيا الأولمبيين، حيث تأخر المغرب منذ الشوط الأول قبل أن يعود في المباراة وينتصر ب2-1. لكن أفضل ريمونتادة في تاريخ المنتخب الوطني تبقى تلك الريمونتادة التي صدمنا بها الجزائر في آخر دقيقة من عمر المباراة في كان تونس 2004. المباراة كانت حذرة جدا نظرا لحمولة المباراة، لكن الجزائر أشعلت المباراة بهدف في الدقيقة 84. الجميل في منتخب الزاكي في هذه المباراة أنه لم يستسلم للصدمة وخرج للبحث عن هدف التعادل، ورمى بكل ثقله من أجل ذلك، قبل أن تأتي اللحظة التي اهتزت فيها كل مقاهي المغرب وكسرت فيها الكراسي والطاولات فرحة هستيرية بعد هدف مروان الشماخ في الدقيقة 5 بعد 9 بأسيست من اللاعب المتألق موحى اليعقوبي، هدف أخرج الجزائريين من المباراة ليفتح الباب أمام هدفين آخرين، الأول عن طريق يوسف حاجي في الدقيقة 116 بلمسة جميلة جدا وفرحة ظلت خالدة كنا نقلدها في كل مرة. أما الهدف الثاني عن طريق ساحر سوشو جواد الزايري لتنتهي المباراة ب3 أهداف مقابل هدف ويتأهل المنتخب الوطني إلى نصف النهائي، وباقي القصة كلنا نعرفها.